بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انت سطبت الباكج ومفيش مشكلة كمل زي ما انت عادي، مفيش مشكلة كده معاك. طب لو زي حالاتي في مشكلة عندك، انا سرشت ووصلت الحل. ايه هو الحل؟ الحل كان في ويب سايت كان على جيت هاب، وصلت له. انا طبعا بعد ما عملت انستليشن هريموف الميت ويب سايت تاني، هشيلها خالص وهسطبها بالشكل ده اللي هو موجود ده. فتعالى كده نريموف خالص. ادي الامر اهو، او كنترول سي. الثلاث اوامر دول هتلاقيهم موجودين عندك في الماتيريالز بتاعت الليسون، ما تقلقش هتلاقيهم موجودين. وادي اول امر، اتفضل يا فندم. فكده يعمل ايه؟ زي ما بقول له كومبوزر ريكواير واعمل انستليشن لباكج، انا دلوقتي بريموف باكج. تمام كده، عملت ريموف باكج من عندي. دي اول نقطه. تاني نقطه، اروح واخد هذا الامر. بس قبل ما اخد هذا الامر ركز في نقطه مهمه. اعمل على ده كومنت وهعمل على ده كومنت، لانه خلاص ما بقيناش محتاجين. تمام زي الفل. بعد كده هقول له اهو اتفضل. معلش نعمل تاني ريموف تاني عشان لو هي موجوده ولا حاجه، عشان الامر ده بي اتش بي ادز ديسكفر داش داش انسي، عشان في حاجات في البروفايدرز وفي بروفايدرز اليسز كانت ممكن تكون هي اللي سببت معانا المشكله اللي فاتت دي، جابت لنا الايرورز. تمام زي الفل كده، عملنا ريموف والدنيا تمام، ويعني عملنا ريفريش على الباكجز اللي عندنا. تاني امر اهو، اقول له اتفضل اعمل انستول يا فندم بالسمبل كاش. قلت له مات ويب سايت اكسل وداش داش اجنور بلاتفورم ريكويستس وداش داش وذ اول ديبندنسز بالديبندنسز بتاعتها. فهو بيعمل دلوقتي انستليشن للباكج بتاعتي، وان شاء الله الانستليشن ده هيضل من غير مشاكل عندي، واقدر استخدم الباكج بتاعتي بدون مشكله. ده عندي انا وعلى الانفايرمنت عندي انا. لما ترفع اصلا الموضوع ممكن يبقى مختلف تماما. وانت بتعمل انستليشن هتبقى كل الديبندنسز بتاعتك موجوده وما فيهاش مشكله ان شاء الله، وكل حاجه هتعمل لها انستليشن من غير مشاكل خالص عندنا. فلو انت واجهتك الكيس دي، فانا دلوقتي وريتك الكيس ووريتك الحل بتاعه وكل حاجه قدامك، والاكواد معاك، فتقدر تستخدمها وتعمل انستليشن ان شاء الله من غير ما يكون معاك ادنى مشكله. بعد كده اخر امر اهو، هنببلش الميت ويب سايت بتاعنا بالشكل ده. بس بعد ما يخلص خالص، بعد ما ينهي خالص، فهو تقريبا زي بيعيد، بيعمل ريموفينج او بينستول من جديد. الامر ده تقريبا معتمد على الكاش او بيكايش حاجات معينه. لوكينج كومبوزر اتش ام ال بروفايلر فاير فيوري فاير زي الفل معاه بقى لغايه ما يخلص صاحبنا. مفيش مشكله خالص كده، دان وزي الفل وخلص وعمل انستليشن والراجل 10 على 10. اخر امر معانا اهو، ادي الامر ده اخر امر، هناخده كنترول سي وكنترول في. تمام ان شاء الله ما يحصلش بقى معانا اي مشكله خالص. عمل كل حاجه، الدنيا تمام والاكسبورتس تمام. نرجع هنا نشيل الكومنت من هنا طبعا، ونشيل الكومنت من على السيرفيس بروفايل فقط لا غير. لحد كده زي الفل. عملنا الانستليشن، مشاكل اللي واجهتنا حليناها 10 على 10. اشوفك ان شاء الله في الفيديو القادم، وهنتكلم على طول ازاي نستخدم الباكج دي من خلال الدوكيومنتيشن، مش هنروح لاي حاجه. اشوفك على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.